السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحتكم ومسيتكم بنور النبي وحما بكم على قناة مطبخ الإلهام. وصفتي لليوم مغايرة تماما على المعتاد اللي كنعمر الحشوات ديال سيدنا رمضان. هذه بواحد الحشوة رائعة وما تطيح لكمش على البال، ولكن كتجي من أكثر ما يكون، ووليداتنا كياكلوها بكل أريحية وما كيحسوا حتى بشي حاجة. وحنا ما كنحبوهم ياكلوا الخضار ونوعوا لهم في الحشوات، ولكن ما كيحبوش ياكلوا لنا كل شيء. هذه واحد الحيلة اللي كتجي يا سلام، ونتمنى تجربوها وتنالي الاستحسان ديالكم. نبدا من مفتاح الاعمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركه الله. نبدا في المقادير ونفس الوقت الطريقه. عندي واحد هنايا المقادير، عندي جوج دنجالات وجوج فلفلات. ممكن ديروا غير فلفله ودنجاله وديروا نصف الكميه. انا عندي هنا جوج دنجالات اللي انا غسلتهم وغنديرهم يتشووا فوق البوطه. انا عندي غير البوطه، ممكن على الفحم ما كاين حتى شي. كان اللي عنده الفران القدام وكذلك يديهم يتشووا في الفران، ما كاين حتى شي اشكال. من بعد ما كيتشواو ما كنغسلوهم حتى شي حاجه، كنديرهم في واحد البلاستيكه ونخليهم حتى كيرطابوا ونقشرهم بكل سهوله ونخليهم في شي شبيكه يستقطروا. من بعد نتلاقاو في المقادير وان شاء الله. في واحد المقله سخونه كندير فيها زيت الزيتون وواحد الحبه ديال البصله اللي هي عندها مطقطقه رقيقه، غندير لها شويه ديال المليحه وجوج فصوص ديال الثومه اللي غنطحنهم اولا نحكهم، جوج حتى ثلاثه، ما كاين حتى شي اشكال. هاد الحشوه كتبغي داك المذاق ديال من بعد ما كيتشحر ليا داك البصيله فقط غير كتهبط. كنضيف عليها، انا عندي هنا 500 غرام ديال الكفته ديال الدجاج. كناخذ واحد المعلقه كذلك ديال الماء باش تفرتت ليا بسهوله. كنضيفها، كتساعدني بزاف داك المعلقه ديال الماء باش كتخليها بسهوله كتفرتت ليا. انا ضفتها هنايا وغنفرتتو حتى كيتفرتت مزيان. عاد غنضيف باقي المقادير ان شاء الله. هنا من بعد ما تفرتت ليا الدجاج، هانتوما كتشوفوا دائما النار فوق من المتوسط. هنا الدجاج باش ما يطلقليش الماء. هنا عندي داك جوج دنجالات من بعد ما قشرتهم وطقطقتهم مزيان واستقطرتهم، وجوج فلفلات اللي هما مشويين كذلك. وحذاري انكم تغسلوهم، خليوهم هكا كيف ما غتنقيوهم، ما تغسلوهم حتى حاجه. انا حاجتي بهم ما يدخلهمش الماء. من بعد كنضيف العطريه اللي هي كالتالي. عندي هنايا بالنسبه للعطريه عندي هنايا تحميره فيمي، ممكن تستعملوا تحميره عاديه. عندكم هنايا التوابل فيمي، ممكن تستعملوا توابل الكفته اللي عنده. انا عندي هنا توابل فيمي، عندي لا مارينات الدجاج اللي ما بغاش ما يستعملهاش، والملحه والبصل فقط. هاد التحميره والملحه ولا مارينات ديال الدجاج والتوابل فيمي. اللي ما عندوش توابل فيمي يستعمل توابل ديال الكفته، راها متوفره بجميع الاماكن. كاينه هاد الكفته ديال الكفته. من بعد كنخلطهم مزيان. طبعا النار كتكون فوق من المتوسط. شوفوا كيعلات عليك كتجي كتحمق. من بعد ضفت ليها شويه المعدنوس وغنخلطهم مزيان ونزول البوطه في هذه الاثناء. من نكمل لهمش الطياب صافي. ملي كنضيف الربيع كنزول العافيه. هنا خارج النار غنضيف هنا الفرomage محكوك على حسب الرغبه. نتوما بغيتوا الفرomage ما بغيتوش ما تضيفوش، ما كيبدل حتى شي حاجه، غير فقط انا كنحتاجو داك التعليكه اولا داك الحشوه كتماسك وكتجي بنينه. ما عندوش ممكن يضيف الفرomage مثلث اللي بغيتو، غير كتعطي داك التعليكه كتجي زوينه. من بعد كنخلي حتى كيبرد وكندوز باش نعمر الحشوه ديالي في الورقه. انا عندي هنا الورقه اما على شكل مربعات واما كما درت لهم في البسطيله مربعه. انا كانت شيطه عندي كملت بها، انما اللي ما عندوش كيدير على شكل مثلثات. كنقطعوا الورقه، عندنا الورقه على 45 سنتيم، كنقطعوها اما على 8 واما على 6. الا كنتو باغيين القنينطه الصغيورين كنديروهم على 8، بغيت القنينطه شويه يكونوا شباعين كديروهم على 6 التقطيعه ديالهم. من بعد كنلويها كعادي. وانا كنأكد ان التلويه كتبدا من الاول، خصها تبدا صحيحه. الا في الاول فايرنا في التلويه والجميع ديالها ما كتصدق ليناش التلويه ديال السيكر. انا كنعاود معكم. انا عندي هانت على شكل هكا كندير الحشوه ديالي، واحد شويه د الحشوه. صدقوني هاد الحشوه والله القسم الا كتجي من اروع ما يكون. انا كنحلف لكم لان من جد كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. كنشد هكا الورقه كنتني داك الجنيبات بالنسبه للبنيتات اللي ما كيعرفوش. وكنلوي كلشي كيعرف دابا لي سيكار كيفاش كيتلوى. اسهل التلويه هي ديال لي سيكار. من بعد كندوز هانتوما كتشوفوا المثلث اللي الورقه قطعتها على شكل مثلثات. كندير الحشوه. الا كان عندكم الكونلورنيه كبيره من الافضل. كنحط كامل الورقه اللي عندي وكنبدا نحط الحشوه ونلوي. كتجيني اسهل الخدمه. هنايا كنلصق اما بالبيض واما بسميتو بالدقيق والماء، ما كاين حتى شي اشكال.
هنايا بغيتو تقليوهم بهذا الشكل هذا، ممكن انا عندي الورقه رقيقه بزاف كنضطر ندير لها لا شابلور، والنيت كتعطيها واحد القرمشه وكتحافظ عليها حتى في المجمد. بالنسبه للحاجه اللي كنخبعوا في المجمد الحاجه ديال لا شابلور كتبقى ما كتطرطق ما حتى شي حاجه. من بعد انا خديت هذا النوع ديال لا شابلور، نتوما خذوا اللي بغيتو ما كاين حتى شي اشكال. انا هذه كانت عندي متوفره في الدار، والبيض على حسب الكميه اللي عندنا. من بعد كندوز في البيض وكنهز وكندير في لا شابلور. من الافضل داك القنيطات نخليوهم شي شويه هكا في الهواء باش كيشدوا راسهم باش ما كيعذبونيش هنايا. ملي كنكون كندير لهم هاد البيض ولا شابلور، صدقوني هاد الحيله ديال انك كتخلي تنشف الورقه كيكون احسن. دغيا دغيا اما في الثلاجه واما غير ما تغطيوهش في الثلاجه، من الافضل ما يتغطاش. الا كانت مغطي راه غيعرقوا لينا. هنايا كنخليهم غير واحد شويه غير هكا في الكوزينه بيد ما نسالي الشغل ديالي كيكونوا نشفوا، وعاد ندوز ندير لهم البيض ولا شابلور، ومن بعد كنقليهم في الزيت حمام زيت. من الافضل يكون فوق من المتوسط. علاش؟ باش ما كيطرطقونيناش البريوات ديالنا اولا السيجار ديالنا، باش ما يبقى الشكل ديالهم هو هذا هو الشكل ديالهم بعد ما قليتهم. انا ما شاركتش معكم القلي لان ما يحتاج لينا كلشي كيعرف يقلي. هنايا قدمتهم على هذا الشكل كيجيو من اروع ما يكون، وكيجيو معلكين صدقوني واحد التعليكه فيهم واحد المذاق رائع 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 رائع، كانكم ما عرفتوا باش عمرتوهم وهما فقط بالدنجال، ولكن من جد كيجي داك المزيج ما بين الدنجال والدجاج وهذاك روعه. وبالنسبه للتوابل استعملوا التوابل اللي نتوما حبيتوا. انا فقط بزاف الناس كيقولوا لي كنجبروا التوابل وما كنلقاوش شنو نديروا بهم، انا كنحاول نوظفهم لكم في مملحات في اشياء اخرى باش كتعرفوا علاش غتستعملوهم، وهما بساطين. ان شاء الله شي نهار غنحاول نقدم معكم الطرق ديال كاملين التوابل ونحطهم معكم ان شاء الله في فيديوهات ان شاء الله. اللي وصل لهذه المرحله كنقول له شكرا على حسن التتبع. ما تنساوش تزوروني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستغرام وكذلك التيك توك باسم كويزين دانسبيراسيون او مطبخ الالهام. ودمتم في رعايه الله، وانتظروني عما قريب غننزل لكم واحد فيديوهات اخرى ديال المملحات اللي غيصلح لكم سيدنا رمضان. طبعا ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه. ودمتم لي اوفياء ودمتم سالمين، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.